بسم الله الرحمن الرحيم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله نصير لهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بدعوة من الحوار الوطني حضرنا اليوم على المستشار حي خلاف رئيس حزب الاتحاد المشاركة في هذه الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني. ومن هنا من ساحة مدينة نصر، ساحة النصر وساحة الجند المجهول، نعلن تأييدنا ودعمنا الكامل ونقف خلف قياداتنا السياسية ممثلة في الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي والجيش المصري، وأن شعارنا اليوم القضية الفلسطينية هي عنوان الكلام وعنوان الموضوع، ولا للتهجير ونعم لإقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطين التاريخية من البحر. أستاذ حي خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جئنا اليوم لنقف وراء المجاهدين ونعضدهم ونقويهم ونشد من أزرهم بقدر المستطاع. جئنا اليوم نفوض الرئيس السيسي في كل ما يتخذه من إجراءات يتراءى له حتى القتال. نحن وراءه وندعمه ونقويه. إن الهجمة الصهيونية التي لا مثيل لها في التاريخ، إن في تاريخ الإنسانية كله في العصور الوسطى وما قبله وما قبل التاريخ لم يحدث رأينا همجية مثل هذه الهمجية، ولم نرى قسوة ولم نرى جبابرة مثل هؤلاء الصهاينة الذين يهدمون البيوت على رؤوس أهلها ويهدمون المعابد والمساجد والكنائس وكله. هذه الوقفة اليوم لنؤيد رئيس الدولة فيما كل ما يتخذه من إجراءات حتى إعلان الحرب. هو حر في ذلك وهو يقدر ذلك، ونحن نؤيده ونسانده، كما أننا نعبر عن موقفنا في حزب العدالة الاجتماعية أن نقول لا للتهجير. إن سيناء مصرية ويملكها كل العرب، لا يملكها فصيل واحد، وهي تدافع عن كل العرب ولا تدافع عن فصيل واحد. وأن أرض غزة وأرض فلسطين كاملة مكملة لأهلها، نقويهم ونساندهم وندافع عنهم ونمدهم بالمال والسلاح إذا اقتضى الأمر. وهذا تفويض لرئيس الدولة في كل ما يتخذه من إجراءات، ونسأل الله له التوفيق. الموت لأمريكا والموت للصهاينة والموت لإسرائيل ولكل من عاونهم. نحن فداء فلسطين وفداء كل بقعة طاهرة ومقدسة، والمسجد الأقصى كلها مسؤولية ومصر مسؤولة عن الجميع. وبإذن الله منتصرين على اليهود مقاتلين ومنتصرين. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وعاشت فلسطين وعاش القدس وعاش المسجد الأقصى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.